السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا النهارده في حلقة جديدة ليا وفيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد ان شاء الله. معايا النهارده فراخ، معايا لحمة، معايا رز، معايا فاصوليا خضراء، معايا مكرونة. انا قلت اعمل الوصفة السهلة دي مش هتاخد ان شاء الله معايا وقت. يلا بينا نبتدي باول مكون اللي هو اللحمة. معايا كيلو لحمة ومعايا بصلاية ومعايا ماسورة عشان تدي طعم وتدي نكهة للاكل بتاعي. انا مبحبش احط اي حاجه فيها غير كده، وبحط معاهم كمان ملح وفلفل اسمر. خلاص، هي دي اللي بعملها في الاول خالص قبل ما ابتدي بقيه المكونات بتاعتي. وصلوا بينا على النبي. النهارده الوصفه ان شاء الله مش هتاخد مننا وقت. هي وصفه سهله وبسيطه والحمد لله اديت على اكمل وجه، وكلنا اتبسطنا واكلنا وكانت ليله جميله جدا. حطيت دلوقتي معاكم الملح، واحط بعد كده الفلفل الاسمر بتاعي. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. النهارده كان يوم جميل، كان يوم حلو جدا. دي حاجه. الحاجه التانية ان ربنا معوضنا خير عن كل حاجه الحمد لله. اول حاجه بعد ما غسلت الفراخ كويس جدا ونضفتها كويس، حطيت معلقه زيت معلقه خل زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه حطيتها الخل، بعد كده الزيت، بعد كده هبتدي احط بقى التوابل بتاعتي. اول حاجه احطها البابريكا. خلاص، بعد كده هنزل بقية المكونات بتاعتي اقول لكم عليها. ودي سر الخلطة بتاعتي اللي خلت اكلها يعني طعمها كان تحفة وشبعنا والحمد لله كنا فرحانين جدا. اول حاجة حطيتها البابريكا، بعد كده حطيت الكزبرة، بعد كده حطيت الملح، بعد كده احط الفلفل الاسمر، بعد كده احط الكمون والشطة. احط كمية شطة بسيطة جدا عشان الاطفال اللي عندنا. بيبقى عندكم اطفال وكده، حطي كمية شطة بسيطة جدا عشان يقدروا ياكلوا منها. خلاص، وحطيت كمان تتبيلة الفراخ بتاعتي. خلاص، وكمان حطيت توم باودر وبصل باودر. بصوا كل ده هيتقلب في قلب بعضه. وبعد كده بتحطيها في كيس حراري. انا المرة دي قلت احطها في كيس حراري ما احطهاش في صينية. قلت عشان خاطر الصينية مش هتبقى حلوة يعني وكده. زي في كيس الحراري حطيت كمان كاري وكركم. خلاص، بص اقلبهم بقى ايه مع بعض كده تقليبه كويسه. بصوا كل حاجه انا بعملها قدامكم عشان تشوفوها من اولها لاخرها وتقولي لي رايكم فيها ايه. دلوقتي انا كده حطيت شويه شطه صغيرين عشان ايه ما كنتش حطيت، فقلت احط بقى. دلوقتي بقى ده الكيس الحراري اللي انا بستخدمه مع اللحمه والفراخ. برضو لو بعمل لحمه برضو بعملها بنفس الطريقه، بتبلها تتبيله برضو كده نفس التتبيله، بس بدل احط تتبيله الفراخ بحط تتبيله اللحمه بس، بتطلع طعمها برضو تحفه. خلاص، انا هنزل بقى احط الفراخ بتاعتي دي في الكيس الحراري زي ما انتم شايفين كده، وهديها نغزه بسيطه. نيجي بقى للحاجه التانية في الوصفه بتاعت النهارده اللي هي الفاصوليا الخضراء. احط اول حاجه الزيت بتاعي يسخن، بعد كده هنزل بالبصل والطماطم. الطماطم دي انا كنت مخزناها مجهزه للتخزين، ولو عايزين طريقه التخزين بتاعه الطماطم بتاعتي برضو تقولولي في التعليقات عايزينها انا بعملها ازاي وكده. دي انا القوطه كنت ببتدي بقى عشان انا خلاص هخزنها في الفريزر عشان اول ما احتاجها اطلعها على طول. وبعملها لطول شهر رمضان ببقى عاملاها ومجهزاها. خلاص، وصفة النهاردة كانت سهلة والحمد لله ما خدتش مني وقت وخلصتها على اكمل وجه، وكلنا كنا مبسوطين بيها. زي ما انتوا شايفين كده انا بحمرها، يعني مش هديها تحميرة قوي يعني، انا بس خليها تدبل. بعد كده بقى هنزل عليها بالفاصوليا الخضراء بتاعتي. برضو هدي الفاصوليا بتاعتي تشويحة وخليها تدبل. وبعد كده بقى ايه هحط عليها الطماطم بتاعتي. انا هبتدي اهو معاكم انزل الفاصوليا الخضراء زي ما انتوا شايفين كده، انا بوريكم شكلها. انا مقطعه حتت صغيره. بعد كده بقى بديها تشويحه كده بسيطه. بعد كده بنزل عليها بالطماطم.
لحد ما تتسبك، وبحط لها شويه شوربه او ميه على حسب. انا ما لقيتلهاش ان انا محتاجه لها شوربه ولا ميه غير في الاخر بقى. حطت لها في الاخر شوربه، حطت بقى ملح وكمون وفلفل اسمر، ما حطيتش شطه. خلاص انا بظبط معاكم كل حاجه اهو علشان خاطر تشوفوا كل حاجه انا بعملها وتقولوا رايكم فيها كل وصفه انا بنزلها. انا عارفه ان الفيديو طول عليكم، بس انا الحمد لله قلت يعني النهارده عشان كلنا متجمعين، فقلت بعمل لكم الوصفات كلها اللي احنا بنعملها يوم الجمعه كده. خلاص صلوا بينا على النبي. هقول لكم بعد كده هنعمل ايه تاني. انا هسيبها بقى اقلبها وهسيبها بقى عشان خاطر تتسبك معانا، هقول لكم هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الرز بتاعي. اول حاجه انا حطيت الزيت، تاني حاجه حطيت الشعريه بتاعتي. انا بفضي الشعريه من الطبق كله، دي تعتبر كوبايه شعريه. خلاص بقلبها وبشوحها بخليها تحمر. بعد ما تحمر هقول لكم هنعمل ايه تاني. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. انا حطيت كمان معلقه سمنه عشان تدي طعم للرز بتاعي يكون طعمه حلو. دي سمنه بلدي، انا ما بستخدمش غير السمنه البلدي، والحلويات ليها سمنه معينه انا بجيبها لها. فيا رب الفيديو النهارده يعجبكم وما كنتش طولت عليكم. خلاص صلوا بينا على النبي. دلوقتي انا كنت بشوف اللحمه محتاجه اي بهارات تاني ولا عايزه ميه ولا حاجه. خلاص بدأت تحمر اهي معانا. خلاص زي ما انتم شايفين كده، كده بقى احمرت معاكم. هبتدي بقى انزل عليها بالرز زي ما انتم شايفين كده. انا بقلبها تقليبه حلوه معاها شويه ملح. احط بقى عليها الميه بتاعتي. انا بحط الميه تغطي الرز عشان يبقى مظبوط معايا. يلا بينا بقى اقول لكم هنعمل ايه تاني. ده احنا هنعمل النهارده وصفات حلوه كتير. جينا بقى للوصفه اللي قبل الاخيره خلاص، او معنى صح الوصفه الاخيره اللي هي المكرونه. انا هسلق دلوقتي الميه بتاعه المكرونه. خلاص كده كل حاجتي اتحطت على النار. الشوربه دلوقتي لقيتها خلاص قربت تخلص، خلاص الشوربه بتاعتها. حطيت لها بقى شويه ميه، انا لقيت بقى الشوربه اللي فيها قليله قوي فحطيت لها الميه. دلوقتي الميه المكرونه كمان غليت، هنزل عليها بالمكرونه بتاعتي. دي مكرونه قلم، هسيبها بقى تتسلق فيها وهسيبها شويه لحد ما خلاص الاقيها دخلت في السوا. بعد كده بقى ايه هصفيها. انا حطيت لها على فكره يا جماعه معلقه ملح وبقلبها تاني اهو. دلوقتي بعد ما اتصفت خلاص المكرونه واتستوت، هنزل بقى ايه بمعلقه زيت واحط عليها الطماطم بتاعتي اللي متسبكه. خلاص هوريكم بقى ايه واحنا بقى بنحط احط بقى ايه الملح والفلفل الاسمر والشطه. برضو الشطه مش هكتر فيها، احط حبه صغيرين لان الشطه دي بتبقى حاميه جدا وانا مش عايزاها تبقى حاميه يعني، بس في الاخر طلعت حاميه يعني والله حاطه كميه بسيطه جدا بس طلعت حاميه واحنا بناكل يعني لقيناها حاميه. خلاص بقلبها بقى تقليبه كده بسيطه. زي ما انتوا شايفين انا بقلبها بقى تقليبه كويسه، واول ما تتسبك هوريها لكم. دلوقتي كده الفاصوليا بتاعتي خلاص انا بقيت ازودها شوربه بتاعتي، لقيتها خلاص قربت تستوي فقلت ازودها بقى شوربه.
لان الشوربه انا كده كده كنت عاملاها حبه قليلين عشان خاطر انا هعمل الشوربه اللحمه ناشفه. انا هعمل اللحمه ناشفه مش هزود لها شوربه. خلاص كده بقى القوطه بتاعتي اتسبكت، هبتدي بقى انزل عليها بالمكرونه واقلبهم واسيبهم يترددوا مع بعض. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. يلا بينا يلا بينا. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي، الفيديو النهارده خلص. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ استوت من جوه وكانت موميا، كانت جميله جدا وكان طعمها حلو جدا. والحمد لله كان يومي جميل ولطيف. فيديو كان ممتع معاكم، ويومي كمان كان ممتع معاكم بالفيديو اللي انا نزلت لكم النهارده ده. بصراحه حلو جدا وكل حاجه كانت جميله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ويكون في حسن ظنكم. وان شاء الله اقدر اقدم لكم كل حاجه حلوه وكل حاجه كويسه. زي ما انتوا شايفين كده انا جهزت السفرة بتاعتي.